هشام يناشد زوجته خديجة: ديري شي حاجة، ما بقيتش قادر. خديجة: ديري شي حاجة، راه ما بقيتش قادر، ما بغيت والو، بغيت غير صحيحتي. بهذه الكلمات عبر هشام زوج المؤثرة الشهيرة خديجة عن معاناته مع مرض السرطان الذي ينهش جسده كل يوم. وتابعت خديجة حديثها: كنكتب لكم الدموع هابطين بحال العافية، صحتكم ثم صحتكم، راه عندكم كنز الدنيا وما فيها. إن شاء الله الدوسي يتدفع ويتقبل، وياخد هشام التغطية الصحية ديالو، يخرج على برا باش ياخد العلاج ديالو بإذن الله يا رب. وختمت تدوينتها قائلة: هاد 3 سنين ديال الصبر تكون النتيجة ديالها زوينة يا رب. إن زوجي مغلوب بمرضه فانتصر. وجدير بالذكر أنه خرجت المؤثرة المغربية خديجة عن صمتها عبر بث مباشر بحسابها الخاص لتكشف كواليس تلقيها مبلغا ماليا من طرف هدى أوبلان الشهيرة بميس دعاء. وظهرت خديجة في مقطع فيديو تناقلته بعض الصفحات تؤكد من خلاله أن ميس دعاء هي من تواصل معها وعرضت عليها المساعدة المادية لعلاج زوجها هشام الذي يعاني من مرض السرطان. وأكدت خديجة أنها تلقت مبلغا قيمته 1,000,000 درهم من طرف هدى أوبلان قائلة: صيفطت لي 10,000 درهم. عرفتي شنو إنسان ما كيعرفكش ويعيط لك ويصيفط لك هذا المبلغ؟ الحمد لله. يشار إلى أن المؤثرة المغربية هدى أوبلان المعروفة بلقب ميس دعاء أعلنت عبر حساباتها الخاصة قبل أيام عن تقديم دعم مادي للثنائي خديجة وهشام.